لو بتدوري على وصفة سريعة وشهية ومليانة بالحديد وطعمها خطير، يبقى لازم تشوفي طريقة النهاردة. هقدملك أسهل وأطيب طريقة لعمل الكبدة المشوية على الجريل. تتبيلة بسيطة طعمها جميل. حضري يلا الجريل وتعالي نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف هنعملها ازاي. وقبل ما نبدأ، لو عجبكم الفيديو أتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. منشن بقى لصاحبتك واختك ومشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونقول مقاديرنا. معايا نص كيلو كبدة شرايح، بنجيبها من عند الجزار، ما بنغسلهاش، بنحطها في مصفى تصفي اي سوائل فيها، وما بنحطش عليها اي ميه ولا اي حاجه عشان ما نزودش ريحه الزفاره فيها. الكبده بتبقى متقطعه بالحجم ده، لا هي رقيقه قوي ولا تخينه قوي، بتبقى وسط عشان تسويتها تبقى جميله. معايا كمان البهارات، معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، توابل مشكله، ومعايا قرن فلفل اخضر حار، وليمونه كبيره، عصره ليمونه كبيره. هنجيب بقى ايه البوله بتاعتنا ونبتدي ان احنا نتبل الكبده دي بالتتبيله دي، ونقعدها في التتبيله دي حوالي من ساعتين لتلاتة علشان الكبده تتشرب منها ويبقى طعمها جميل. هنجيب بقى البوله بتاعتنا ونقوم نازلين فيها بمعلقه كبيره توم، ونقوم نازلين عليها بالبهارات بتاعتنا، وكمان عصره الليمونه دي انا استعملت نصها لان الليمون ده كبير، فانت لو عندك الليمون صغير حطي ليمونه، حطي ليمونه ونص. الكبده بتحب الليمون والكمون والثوم جدا. هنقلب بقى التوابل دي كلها مع بعض، وبعد كده هنقوم نازلين بشرايح الكبده بتاعتنا. الكبده زي ما اتفقنا يا بنات ما بنغسلهاش عشان ما نزودش ريحه الزفاره فيها، وبنحطها في مصفى علشان تنزل اي سوائل فيها. وبعد ما هنتبلها التتبيله دي هتقفل مسامها ومش هتنزل اي سوائل، لان الليمون اللي احنا حطيناه فيها والكمون والتوابل هيقفلوا مسامها نهائي. هتسيبيها بقى في التتبيله دي وتقلبيها كويس قوي، بحيث ان هي كل بقى الكبده بتاعتنا تتبل بيها، بيبقى طعمها جميل جدا. هنغطيها بقى وندخلها التلاجة ساعتين 3 كده لغايه ما نيجي نشويها. ولو انت مستعجله ممكن تحطيها في التتبيله دي على الاقل ساعه، هتديكي برضو نتيجه كويسه. خلاص كده خلصنا بقى قلبناها واتبلت تمام. هحط نص الليمونه معاها عشان تشد اي ريحه زفاره في الكبده. بحب دايما لما اجي اتبل اي حاجه بقوم حاطه الليمونه، قشره الليمونه معاها في التتبيله كده عشان تشد اي ريحه زفاره. خلاص دخلناها التلاجة بقى وهنيجي خلاص هنسويها. هنجيب الجريل بتاعنا ونعلي عليه النار، ونحط فيه معلقتين كبار من الزيت، ونقوم نازلين بقى بشرايح الكبده بتاعتنا في قلب الجريل. الطريقه دي طريقة سهلة وجميلة وبتدي طعم جميل جدا للكبدة. وهنغير بقى من الشكل التقليدي شوية للكبدة، على طول بنعملها بنشوحها كده بالفلفل الألوان وبالبصل، وساعات بنعملها بالردة. لا النهاردة هنشويها على الجريل بطريقة صحية وجميلة، وما بتبقاش شاربة زيت نهائي، وبيبقى طعمها خطير. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. الجريل اهم حاجة يكون النار عالية عليه علشان تقفل مسامها وما تنزلش اي دم. اول ما هتنزل على درجة حرارة عالية هتقوم قافلة المسام بتاعتها، وهتبتدي ان هي خلاص تستوي معايا. ما بنسيبهاش كتير على النار عشان ما تشدش معانا وتبقى زي الكاوتشة. يا دوبك هي تقليبة من هنا ومن هنا، ما بتاخدش حوالي يعني دقيقة دقيقة ونص، وبنقوم شايلينها من الجريل على طول. هنشيل الكمية الأولى ونرجع نحط تاني نقطتين زيت، وهننزل بباقي ايه الشرايح بتاعت الكبده. انا قبل كده كنت عملت معاكم هنا في القناه كبده بالرده، وكانت برضو نتيجتها جميله جدا. الكفر بتاعها كان متماسك وما كانتش شاربه زيت خالص. هسيب لكم الفيديو بتاعها في علامه الاي اللي بتظهر اعلى الفيديو، وكمان هسيب لكم طريقه الكبده الاسكندراني الشاورما برضو في اعلى الفيديو عشان تجربوها. والايام الجايه دي ان شاء الله هنحتاجها كتير، فتعملوها بطريقه ام جودي وان شاء الله تعجبكم جدا. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتدعموني كده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم، وبرده هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنيجي بقى خلاص، لقيت الجريل بقى التوابل بتاعه الكبده نزلت فيه واتحرقت. هنقوم شايلينها بمنديل علشان لما نيجي ننزل الدور اللي بعد كده ما يتحرقش معانا، ياخد معانا الشكل الطبيعي بتاع الكبده. وزي ما انتم شايفين الجريل مخطط ومعلم فيها بجد جميله.
تحفه بجد، طعمها خطير وريحتها كانت قلب البيت وصحيه. الولاد هياكلوها بكده لان هي فعلا غنيه بالحديد وبالفيتامينات. لو انت ولادك ما بيحبوش الكبده جربيها تشويها كده بالجريل، على الجريل هتبقى طعمها خطير وتغيير. جربوها بقى وقولوا لي هتعملوها ولا لا، واكتبوا لي فيها رايكم. هنيجي بقى خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا، هنقوم جايبين جرجير فرشينه تحتها علشان يشد اي بقى ايه دهون كمان فيها. يبقى انت كده بتاكلي قطعه كبده صافيه من غير اي دهون، صحيه وغنيه جدا بالفيتامينات وبالحديد. اهم حاجه تفرشي تحتها يا بقدونس يا جرجير. هنرص بقى الكبده بتاعتنا ونقلي جنبها بقى دور بطاطس عشان الولاد. ونحط برضو جنبيها سلطه خضراء وسلطه طحينه، هتبقى جميله جدا. انا عملت بصله كده شرائح قطعتها وحطيت عليها ملح وليمون وسماق، بتدي طعم جميل جدا السلطه اللي بالسماق دي. وهبتدي بقى ان انا اوزع القوطه على حوالين الطبق كده عشان يديها شكل جميل. طبعا العين بتاكل قبل البق. جربوا كده طريقه التقديم دي وشوفوا التغيير، وكله هيقول عليها ايه ما شاء الله. كل اللي هياكلها من ايدك هيقولك تسلم ايدك ما شاء الله. وده البصل اهو، حطيت عليه ملح وليمون وخل وسماق وكزبره خضراء ودعكته كده بايدي. السماق بيخلي طعم السلطات جميل يا جماعه بجد، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وبكده خلاص الطبق اكتمل معانا، اظن شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي، يشهي وتحفه. جربوا الوصفة على ضمانة ام جودي وان شاء الله انا متأكدة هتعجبكم جدا. الكبدة مستوية وريحتها كانت جميلة، مفيش فيها اي ريحة زفارة نهائي لان التتبيلة بتاعتها تحفة. وكمان سويناها على الجريل خدت طعم التشويحة كده بتاعته بجد تحفة. جميلة جوسي محتفظة بالسوائل بتاعتها، ما نزلتش اي سوائل، طرية وزي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تقولوا للجزار يقطعها لكم وسط، لا تبقى رقيقة قوي ولا تبقى تخينة قوي، لان الرقيقة هتنشف وهتتحرق منكم، والتخينة قوي مش هتستوي كويس وممكن تلاقي جواها يعني لسه مش مستوتش. ولو اتكيتي عليها في السوا هتبقى عاملة شبه الكاوتشة. فالحل المناسب ان انت تخلي الجزار يقطعها لك وسط، بتبقى جميلة. بتبقى شكلها جميل في التقديم وبتبقى مستوية وطعمها بيبقى خرافة. وقدمي بقى جنبها سلطات بقى وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي أمان.